بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه عز وجل من علينا بحج بيت الله الحرام في هذا اليوم وفي هذه الليلة الكريمة، فدعانا من الله من داخل بيت الله الحرام أن يحفظ عراقنا الحبيب ويحفظ مراجعنا الكرام ويمن على شعبنا العراقي بالأمن والأمان ويحفظ كل عشائرنا. وندعي من هذا المكان ومن هذا البيت بيت الله الحرام لكل عشائرنا أن يتركوا الخلافات اللي قاعد تحصل بيناتهم، ويتركوا الإطلاقات النارية، ويتركوا النفاق، ويتركوا القيل والقال. حقيقة نحن اليوم مسلمين ومن داخل بيت الله الحرام، ورسالة إلى كافة أبناء الشعب العراقي أن يمن عليهم بالصحة والعافية والتكاتف ووحدة الكلمة، ودعاء من الله أن يوحد كلمتنا ويوحد صفنا. وحقيقة رسالة لكل سياسيين العراق، لكل سياسيين العراق أن يجمع كلمتهم ويوحد صفهم وينظرون إلى الشعب العراقي بمنظار واحد، لا يفرقوا بين هذا وذاك إطلاقا، لكون الشعب شعبهم والبلد بلدهم، وبدون الشعب ما يسوون شيء ولا يقدمون فد شيء. ولكن اليوم الشعب له قيمة وله كيان وله تقييم، فالشعب شعبهم والقيادة قيادتهم، ويجب عليهم أن يحافظون على بلدنا العزيز من خلال ثرواته الطائلة وخيراته الطائلة. فدعائي للشعب العراقي أن يمن عليهم بالصحة والعافية، وإلى قبيلة بن سعيد، إلى قبيلة بن سعيد أن يوحد كلمتهم ويوحد صفهم ويترك الخلافات فيما بينهم، وإلى كل عشائرنا ويشافي مرضانا ويعافيهم بحق الرسول وبحق هذا بيت الله الحرام. ودعائي الخالص إلى عائلتي الكريمة أن يمن عليها بالصحة والعافية ويوفقهم لما فيه الخير. اللهم ربي صل على محمد وآل محمد. خادم قبيلة بن سعيد، نايف عبد الهادي صالح.